السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة غدانا فراخ وبامية ورز معمر وبتنجان مملح. أكلة كانت حلوة، يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم. واللي مجربش الرز المعمر يجربه، بيبقى طعمه حلو قوي، هيعجبكم. هنا بقى جبت الفرخة غسلتها، حطيت مية بملح بليمون لمدة ربع ساعة. حطيت مية تغلي، شطفت الفرخة كويس من الملح والليمون. نزلت كده بالفرخة مع بصلاية وشوية ملح. حابه بقى تضيفي جزرايه طماطمايه تحطي بهارات برضو بيبقى طعمها حلو، حسب ما بتحبي اعملي. والفراخ بقى لو استوت معاكي زياده عن اللزوم في اي وقت، اتهرت منك زياده، ما تسيبهاش في الشوربه، شيليها حطيها في مصفى، حطيها في التلاجة، هترجع كويسه، هتعرفي بقى تحمريها وهتبقى كويسه. لكن لو استوت منك زياده عن اللزوم وسبتيها في الشوربه، فدي يعني سخونيه الشوربه بتساعد في السوا بتاعها اكتر، فهتتهرى خالص منك ومش هتبقى كويسه. لو الموقف ده حصل معاكي، شيليها وحطيها في التلاجة شويه قبل ما تحمريها. هسيبها بقى تغلي غلوتين على نار عاليه، بعد كده هدي عليها النار تستوي على نار هاديه، دي بتفرق في الطعم، يبقى الطعم افضل. هنا قطعت بصلايه كبيره مع معلقتين زبده. هعمل التسبيكه بتاعه الباميه، بس انا مزوده هنا التسبيكه بتاعه الباميه عشان هاخد حبه للباميه والباقي هشيلها لطبخه تانية. حابه تحطي سمنه بدل الزبده عادي، حسب ما بتحبي اعملي. البصله بقى تاخد لون حلو كده، وهنزل بقى بالطماطم. هسيبها بقى تتسبك، وهضيف لها ملح وفلفل اسمر. انا عامله كيلو باميه، كيلو الباميه يعني تسبكي له نص كيلو طماطم. واي نوع خضار بنعمله، الطماطم لو ملاحظين اللي هي الصلصه كتير، ننقصها قبل ما ننزل بالخضار، عشان لو الخضار الصلصه بتاعته بتبقى كتير بيبقى مزز وطعمه مش حلو. احنا ننقص الصلصه قبل ما ننزل بالخضار، ولما لما يحتاج نحط له. هنا بقى هعمل رز معمر. هنا غسلت كيلو رز، حطيت 3 معالق زبده، حطيت شويه زيت، وحطيت شويه ملح وكريمه. الكريمه دي من وش اللبن، ما شاء الله بتخلي طعمه حلو وبتحمر الوش. والرز المعمر بيبقى طعمه ما شاء الله جميل، اللي مجربوش يعني اللي لسه مجربوش يجربه، بيبقى طعمه حلو. ولازم نضيفله كوبايه ميه، الميه بتساعد في السوا بتاعه. يعني انا هحط شويه لبن بقى، هضيف بقى كوبايه الميه، بعد كده هزوده لبن. لو حطيتي نص الكميه لبن ونص التاني ميه عادي مفيش مشكله، بس انا حبيت احط كوبايه واحده بس عشان قيمته الغذائيه تبقى عاليه. يعني استكفيت بكوبايه ميه واحده وزودت كله لبن. وحباه بقى دسم قوي سمين كده في السمنه، ده في ايديك اللي انتي تقللي السمنه او تزوديها. انا حاطه انا حاطه 3 معالق زبده، وكان مظبوط وما شاء الله طعمه جميل. زبده او سمنه حسب ما بتحبي اعملي. بقلبه بقى كده كويس وهدوقه، لو محتاج ملح هضيف له ملح، بعد كده بقى احطه في الفرن. بيتحط على الشبكه اللي على الصاجه بتاعه الفرن، النار بتبقى عاليه، وتولعي له الشوايه، ياخد لون حلو كده من الشوايه، وبعد كده تطفيها، ولما يتشرب اللبن تهدي عليه النار يستوى. لو عندك بقى الشوايه مش بتولع مع الفرن من تحت، ولعي له الشوايه الاول ياخد لون حلو، بعد كده ولعي النار من تحت. هنا بقى غسله الباميه، غسلها بالواحده وسايباها بقى تتصفى. لازم نسيب الباميه تتصفى كويس وتنشف كده في الهواء قبل ما نقمعها. بقمعها بقى بالطريقه دي كده. هنا بقى الصلصه كانت خلاص قربت تتسبك. هنا بقى بوريكم اللي الفراخ استوت وطفيت عليها. هنا بقى هنقص الصلصه عشان كتير طبعا على كيلو الباميه. ما شاء الله الباميه من الاكلات الجميله اللي كلنا بنحبها. هنا بقى هنزل بالباميه، هضيف لها بقى توم وفلفل، ما شاء الله بيخلي نكهتها وطعمها بيبقى حلو قوي. هنا فلفل اخضر بارد، وهريسه شطه معلقه، وتوم معلقه. الفلفل مع التوم بيديها نكهه وطعم حلو قوي. هقلبها كده بقى بالصلصه، وبعد كده هزودها شوربه. ما شاء الله كانت جميله.
هزودها بقى شوربه، والبنات برضو لسه بتتعلم، ما نحطش شوربه كتير قوي، عشان لو حطيتي في الخضار شوربه كتير قوي هيتستوى وهيتسبك وهيبقى خفيف كده مش متسبك كويس. احنا نحط الشوربه كده بالمعقول، ولما الحاجه تستوى محتاجه نزودها شويه شوربه نزودها عادي. كده بقى الشوربه بتاعتها مظبوطه، هسيبها بقى تستوى وهتتسبك وهتبقى جميله. هنا بوريكم بقى ايه الصلصه، مش محتاجه ان انا ازود لها صلصه تاني، هي هتبان اكتر لما تستوى ما شاء الله حلوه. انا بقى كنت بعمل الاكل، ما كنتش فطرت لسه، فقلت بقى ايه قبل ما اخلص بقيه الاكل افطر. ده باتيه عاملاه بالجبنه، طعمه كان حلو قوي. لو حابين ان انا اعمل لكم يعني اكتبوا وقولوا لي، حابين ان انا اصور معاكم. ما شاء الله طريقته سهله وطعمه لذيذ. حبيت افطر بقى كده، بعد كده اكمل الاكل. ما شاء الله كان طعمه حلو. هنا بقى الباميه بتستوى. هنا بقى هقلي بتنجان، غسلته غسله كويسه، ولازم نفتحه كده بالسكينه علشان ما يفرقعش مننا في الزيت. لو حطينا البتنجانيه مقفوله وهي بتتقلى في الزيت هتفرقع، ولا قدر الله تحرقنا. فاحنا لازم نفتح البتنجان كده قبل ما نقليه. ما شاء الله كان طعمه جميل، ولازم نقي البتنجانيه كده تبقى مش دبلانه، تبقى طازه كده وتبقى طريه في ايديكي، ما تجيبيش ما تبقاش ناشفه قوي في ايدك كده وتجيبيها. لازم يبقى طري وطازه، ما شاء الله ده بيفرق في الطعم. هنا بقى ايه لسه مطلعاه، هعمله برضو هو سخن. هنا بقى الدقة بتاعته هريسة شطة وفلفل بارد مع توم مع ملح، مش بضيفله ليمون، المسلوق بس اللي بحطله ليمون. هنا بقى كنت لسه مطلعاه سخن جدا، فبعمله كده بالمعلقة. واحلى حاجة برضو اما تعمليه وهو سخن بيتشرب التتبيلة اكتر، وما شاء الله بيبقى حلو. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم، وتشتركوا في القناة عشان تكبر وتنجح بيكم. وبشكر كل اللي اشترك. نعمل كل حاجة بالترتيب كده ان شاء الله، الحاجة مش بتاخد وقت معانا. اهم حاجة ربنا يا رب يدينا الصحة يا رب، ونقدر نخدم اولادنا ونخدم نفسنا. دايما يا جماعة ادعوا نفسكم كتير وحسنوا نفسكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب من كل شر. الصحة نعمة كبيرة من عند ربنا، ربنا يا رب يديمها علينا ويشفي كل مريض يا رب. هنا بقى ما شاء الله شكله جميل وطعمه حلو. هنا بقى كنت عرفت الاكل، ما شاء الله كانت اكله حلوه، والباميه ما شاء الله بصوا متسبكه وجميله ازاي. والرز المعمر تحفه، اللي مجربوش يجربه، تغيير بقى الرز بالشعريه والرز الابيض. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.